حدثت الإعلامية رضوى الشربيني عن المواصفات التي تتمناها في حال أقدمت على خطوة الزواج مرة أخرى بعدما انفصلت منذ فترة طويلة عن والد ابنتيها تيا وتمارا. وقالت رضوى الشربيني في تصريحات تلفزيونية عن المواصفات التي تتمناها في زوجها المستقبلي: عايزة الراجل يكون قادر علشان أنا ست قادرة، وعلشان العفو عند المقدرة، وكل ما هيكون راجل قادر كل ما مش هيبص على أخطائي وعلى الثغرات في الحاجات اللي بعملها، وهيكبر دماغه ومش هيبص على عيوبي. وتابعت رضوى الشربيني: يكون راجل قوي ويقويني ويبقى ظهري وسندي، ويتكلم معايا في البرنامج والحياة، ويستعمل قوته معايا مش عليا. ولو قرر انه مش عايز رضوى الشربيني مش هيعمل حاجة تجرح رضوى الشربيني، غير انه هيتواجه معاها ويقول انا اسف مش قادر اكمل. وأضافت رضوى الشربيني: لازم يكون ناجح، وما اقدرش أتجوز راجل مش ناجح ولا أنا أنجح منه، ولازم يكون عنده طموح ويتقي ربنا في معاملة البني أدمين، وأنا مش أولهم، والدته ووالده. ولازم يكون بيحبني قوي ويهتم بيا قوي ويعرف يتعامل معايا لأني صعبة قوي. واختتمت رضوى الشربيني حديثها: يكون حنين وطيب ودمه خفيف، وما اقدرش اتجوز راجل دمه مش خفيف ابدا، ولازم يبقى شيك في نفسه خفيف كده.